3, 2, 1. Identify flash. بسم الله. أخطر الممارسات التي الله عرفتها الرحمن البشرية الرحيم. منذ بدء يما. التاريخ وحتى اليوم. أعمال شيطانية تمارس اليوم بسم الله وفيها الرحمن أذية الرحيم. محتملة. بسم الله الرحمن الرحيم. جولة مع الصديق يما. اليوتيوبر إيهاب قاسمية داخل منزل أحد السحرة ونظرة على ما وجدناه في الداخل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. مين انت؟ بسم الله. السلام عليكم متابعيني، تحياتي لكم، اسعد الله مساءكم. استنوا شوي، دعسنا الزلمه. اليوم مغامرتنا باذن الله غير كل المواقع، مغامره مميزه شوي، غريبه عجيبه. موقع يعني خليني لما اوصل ان شاء الله بشرح لكم عنه لما تشوفوه على الفيديوهات. تنسوش طبعا اللايكات والكومنتات الحلوه مثلكم على اليوتيوب، وما شاء الله انا بفتخر فيكم، يعني ما شاء الله القناه عمالها بتكبر، عيله كبيره عمالها تصير، ان شاء الله نوصل للمليون باسرع وقت. احنا مستمرين، يعني غيبة الاسد سوت للخرفان هيبه، بس فشرة عينهم الخرفان يكون لهم هيبه. المهم يا اخوان، موعدنا اليوم ان شاء الله في مغامره كثير حلوه، موقع كثير حلو مميز. اللهم صل على سيدنا محمد. الموقع احداثه بتدور من 70 سنه لورا، فتخيلوا من 70 سنه كانت في احداث لايامنا هاي، فالحمد لله تحصلنا على هالموقع. تابعيني، لا يغركم شكل المكان، عن جد اليوم ليلتنا رعب. هذا الرعب من 70 سنه. طبعا في زي ما تحكوا أرواح ناس من 70 سنة هون تحت هذا المكان. هذا موقعنا اليوم. قسم بالله أنا خايف أنزل، مش عارف كيف، لأنه الدرج هيك، يعني الدرج غير الشوف. فهذا المكان اللهم صل على سيدنا محمد كان فيه ناس ميتة من 70 سنة، فالقرين تبعهم ضل محاوط المكان هون. فهاي قصة القرين، كيف الجن لما يموت، بسم الله الرحمن الرحيم، لما يموت الإنسان والجن تبعه بيظلوا في مكانه، بعدين بشرحها. بس الموقع اليوم عن جد عامل له رعب. أول شغلة عامل له رعب إنه نزلته، طلعوا كيف تحت الأرض، مش عارف كيف بدي أنزل. والشغل الثاني الإشي اللي راح نشوفه جوا الرعب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما تنسوا دعم المغامرة بلايكات وتعليقات حلوة، ومنقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. انتوا عارفين انه انا بتنزل هون راح امشي سرداب طويل ومرعب. يعني هذا السرداب، هذا البناء انبنى فوق مكان كان في تحته أرواح. بسم الله الرحمن الرحيم. والله من عارف كيف بدي أنزل أشوف. يا حبيبي بخوف. بسم الله. دخت من هسه، نقزني زمور السيارة. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه رجع نقزني. أنا هكلان هم كيف بدي أنزل، خلاص تزمر عاد. إيه خلينا ننزل ونشوف. بسم الله. خلوني أثبت. أيوة خلوني أنزل، أنا بدوخ يا إخوان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبيبي، انت بتعرفوا انه هون كان في قبور؟ يا حلولو. طلعوا العتمة وانا كاين.
هسا خلينا أشرح لكم شوي عن المكان. المكان هاي شايلينهم. بسم الله. شو مالني؟ أبغى طلعوا شفقية. طيب هذا كاين مدفونين ناس هون. أيوه. بسم الله الرحمن الرحيم. شي بخوف والله. العب. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هون ما بزبط أقول في حد هون، لأنه جد فيش حدا هون. تحت الأرض أنا وبمكان مرعب. يا حبيبي لسه عنا مواقع ثانية. والله رعب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صوت أطفال بخوف. يا بايه هذا بده ياخذنا كمان على باب ثاني. اطلع ولا بعدين؟ هي باب. هذا باب بس بخاف. صار له وين ما اخذنا هذا. في صوت. طلعوا العتمة. أحسن. خنقة حسيت بتيكة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. داق نفسي. يما بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم.
بدي ارجع هون بس اعمل شغلة. بدي اعمل شغلة ما بدي اعملها عشان الكل ما يقلدني، لانه الصراحة بقلدوني بطريقة بتقهرني. فبنرجع بعمل شغلة. خلينا نروح على موقع تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا بتعرفوا انه من 70 سنة هذا الممر اللي انا كنت فيه مات فيه ناس وانقتلوا؟ قصة كبيرة قسما بالله. في حد وراي؟ في حدا وراي؟ في حدا وراي؟ طبعا يا اخوان بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. جينا اليوم على بيت بس حضروني من السقف. المهم ما علينا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا هون خايف من السقف أكثر من إنه من الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبي طبعا احنا بدنا نكمل مغامرة التسوية. هاي الملجأ اللي حكينا من 70 سنة، يعني هسه بدنا نكمل المغامرة هاي تكملتها تمام. فبعدين بنرجع بنصير نغامر مواقع ثانية ناخد راحتنا أكثر. لأنه خايف الصراحة أدخل لأنه بقول لي سقفها بوقع. المهم ما علينا. احنا اليوم خلينا في أصوات. في الريح. في مواقع جديدة بس خلينا نروح لها إن شاء الله رب العالمين. طلعوا مقدم التلفزيون ولا هاي أثري. هاي الدار مش مطمن فيها. برجع يعني ليوم بغامر فيها مغامرة كاملة، لأن الصراحة أنا جيت من السرداب هذا اللي غامرنا فيه لهون، يعني شوي مدبوش أنا بالمغامرات حاليا. بس بنرجع بنغامر هيك من تكتك الأمور. مواقع بدي مواقع جديدة. هسا بدي أرجع على بيت اللي أنا كلهم حكولي ما تروح تدخله، أهلي والناس كلها اللي بيعرفوا طبعا للبيت. بس إن شاء الله راح أرجع عليه. خلونا المهم ننهي اليوم، لأن الصراحة مش مترستكة أموري. بس إن شاء الله